لكن أختم مقالي أن أذكرك هذه الليلة بليلة مرت على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بليلة مرت تجرعوا فيها الآلام والأحزان. أذكر لك بعض الصور، بعض الحالات التي وقعت في هذا اليوم في الكوفة، بعضا من الصور التي وقعت في هذا اليوم في الكوفة في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الصورة الأولى عند صباح هذا اليوم، وعند فجر هذا اليوم المرادي لعنة الله عليه عمم الرأس الشريف بضربة من سيفه المسموم لعنة الله عليه، وحملوا الإمام إلى داره. وبعد أن سمع الناس صوت جبرائيل بين الأرض والسماء تهدمت والله أركان الهدى، تبادر أصحاب الأمير صلوات الله وسلامه عليه من كل حدب وصوب إلى دار أمير المؤمنين. الأصبغ ابن نباتة رضوان الله تعالى عليه من أصحاب أمير المؤمنين، بل من خواص أصحابه. الأصبغ ابن نباتة يقول: غدونا على أمير المؤمنين هذا اليوم، يعني بعد أن ضرب عند الصباح، غدونا على أمير المؤمنين أنا والحارث ابن سويد ابن غفلة وجماعة من الأصحاب. غدونا فذهبنا إلى داره، وجدنا الباب مغلقا فجلسنا عند الباب. لما جلسنا عند الباب سمعنا بكاء ونشيجا يخرج من دار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قطعا بكاء العائلة العلوية الشريفة، قطعا بكاء الحسن والحسين صلوات الله عليهم. يقول: فبكينا لبكائهم وارتفعت أصواتنا. لما ارتفعت أصواتنا بالبكاء فتح الباب، خرج الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وقال لنا: إن أمير المؤمنين يقول لكم انصرفوا. يقول: فانصرف القوم غيري، أنا ما انصرف، بقيت جالسا في مكاني. لما بقيت جالسا في مكاني ارتفع البكاء مرة ثانية من دار الأمير. لما ارتفع البكاء ما تمالكت نفسي، فبكيت بكاء عاليا ونششت نشيجا مرتفعا. فتح الباب، خرج الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، قال: ألم أقل لكم انصرفوا؟ قلت: سيدي يا ابن رسول الله، إن نفسي تمانعني ورجلاي لا تحملني، أريد أن أرى مولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ترك الباب مفتوحا ودخل هنيئة وخرج، قال: ادخل يا أصبغ. يقول: فدخلت، فماذا رأى الأصبغ في دار أمير المؤمنين؟ يقول: رأيت أبا الحسن مسندا يعني متكئا إلى الحائط، رأيته مسندا صلوات الله وسلامه عليه، وقد تعمم بعمامة صفراء، نزف دمه واصفر وجهه، فوالله ما أدري أيهما أشد اصفرارا، أوجهه أم العصابة التي عصب بها الرأس الشريف. يقول: لما نظرت إليه بهذه الحالة فوقعت عليه وقبلته وبكيت بكاء عاليا. قال: يا أصبغ لا تبكي، إنها الجنة. قلت: سيدي والله أنا أعلم إنها الجنة، ولكن لسيدي أبكي لفراقك يا أبا الحسن. هذه صورة سيدي يا صاحب الأمر، وصورة ثانية أفجعت قلب الحسن والحسين صلوات الله عليهما. الصورة الثانية ينقلها أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن حبيب ابن عمرو، يقول: في مثل هذه الليلة، في مثل هذا اليوم
في مثل هذا اليوم جاءوا بطبيب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حبيب ابن عمرو يقول: دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله عليه ووجدت عنده أشراف القبائل، ووجدت عنده شرطة الخميس، وجدت عنده أعيان الناس، أنظر في وجوههم كلهم كان ماء عيونهم يترقرق على سواد العيون، لكنهم يحبسون الدموع لئلا يؤذوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كانوا يسيطرون على أنفسهم. ونظرت إلى الحسن والحسين وإلى من معهما من الهاشميين، يقول: فكنت أظن كلما تنفس أحد منهم أن شظايا قلبه ستظهر مع نفسه، وكل قد حبس نفسه، قد حبس دموعه. وجاءوا بأثير ابن عمر، أثير ابن عمر من أطباء الكوفة وكان يعالج الجراحات الصعبة، جاءوا بأثير ابن عمر فكشف عن رأس الأمير صلوات الله وسلامه عليه وقال: ايتوني برية شاة حارة. وفعلا ذبحوا شاة وجاءوا بتلك الرية الحارة، فأخرج منها عرقا من داخل الرية، وأدخل هذا العرق في جرح أمير المؤمنين، وضربة ابن ملجم لعنة الله عليه وقعت على نفس ضربة عمرو بن ود العامري في واقعة الخندق. يقول: فأدخل هذا العرق في جراحة أمير المؤمنين في رأسه، ثم أخرج العرق. لما أخرج العرق وقد تكلل بقطع من دماغ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد اخضر تأثر بالسم، فسألوه: ما الخبر يا أثير؟ أثير كان بيده العرق وينظر إلى آثار دماغ أمير المؤمنين على هذا العرق. سألوه: ما الخبر يا أثير؟ فتلجلج وبكى بكاء عاليا. حينئذ انفجرت الدموع من الحسن والحسين، حينئذ على الصراخ وعلى البكاء في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سيدي يا صاحب الأمر، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء يا بقية الله. صورة ثالثة أنقلها لك وأسألكم الدعاء. الصورة الثالثة من الصور المفجعة في هذه الليلة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في داره على البكاء، لكن في بيوت أخرى على النحيب والبكاء. في أي بيوت؟ في بيوت الأرامل والأيتام هذه الليلة يرتفع الصراخ، في بيوت اليتامى، في بيوت المرضى، في بيوت الفقراء، يا غوث الأرامل والمساكين، يا ربيع الأرامل والأيتام، سيدي يا أمير المؤمنين. هذه الليلة الصراخ يعلو في بيوت اليتامى، في بيوت المساكين. الناس تترصد أخبار الأمير صلوات الله وسلامه عليه. عند الإفطار اشتهى اللبن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اشتهى اللبن هذه الليلة التي هي من أخريات ليالي حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اشتهى اللبن. الخبر وصل إلى بيوت الأيتام، وصل إلى بيوت الأرامل أن أباهم يشتهي لبنا. المؤرخون يذكرون وقت الإفطار عند الغروب، وإذا بصيحة عويل عند باب الأمير لما فتحوا الباب، وإذا بمجاميع من اليتامى من الأطفال